محسن كاظم عويز من فوج القاسم اللواء الأكبر. تعرض الخطأ من آمر اللواء محمد محيسن وصلني 30/8 بدون سبب. طاني يومين إجازة وأنا متعور بظهر محمد عتاد بهجوم الحمضية، وبدل ما يعطيني إجازة طاني يومين إجازة وغيبني اليومين والعشرة أيام 12 يوم. على ما التحقت لقيت روحي مفصول. يا بسوي لي إرسال، قالوا ما يصير أنت غايب ومفصول. ما رحت على حسابي و800,000 للمفراس 100,000 ووصفات. كم معركة شاركت؟ هو من كل المعارك أنا بيها. كل المعارك؟ اي ما جرف الصخر. صارت الفتوى؟ اول فتوى، اول ما صعدنا فوج القاسم. اي من اول فتوى لحد الان. وما انا متقاعد ما اعطوني راتب، بس اعطونا بشهر السابع اعطاني 612 ونص المحاسب. قلت له عمي هذا اني ياخذون من عندك انا بس 50 مال الخطوره. قال لا عمي اجى امر نعطيكم راتب كامل مثل باقي المقاتلين. وبعد شنو اللي صار على كلامك؟ والله كل شيء ما انت ناوي ترجع للحشد؟ شلون ما ناوي ارجع؟ لا بلحم ماني خليت واحد. البارحه قلت له اروح رئيس وزراء. قلت له البارحه امر فوج ايش اسمه الحمداني، علي الحمداني. قلت له ارجع تعطيني اروح للعبادي. احنا هم نضفنا على الجيش، وانا العبادي يخصني اروح بهاي الشغله. اي قال لي روح ما لك احنا عندنا. كم عندك اطفال حج؟ حج 14. 14؟ اي والله 14، 7 بنات 7 ولد. 7 شنو؟ 7 ولد و7 بنات. 14 نفر منهم عايشين؟ نعيشهم الله. الحمد لله. الحمد لله. زين ليش انت مصر بين تبقى بالحشد؟ انا اموت بالحشد احسن. ليش؟ على الشرف وعلى الدين وعلى ليش تبكي؟ ليش هاي الحج؟ كان من هنا العراق، هذا ما يقدر وهذا سكران. كان من العراق غير احنا اللي بينا غيره. من العراق. إيه. امر فوج على حساب امر فوج. البرلماني هم يقصون راتبه. امر فوج الثاني احكي لك الصراحه وهذا الله فوق راسي. الثاني بندقيه من الشعله من جامع المهدي. الثاني المياحي ابو علي المياحي رئيس وفد. قال قصوره طيب بندقيه وقصوا صوره وياي. وقفوا ويا هنا وهنا وقصرت لهم صور. قال هاي البندقيه حجي لك. هذا صاحني ابو مهدي من اهل القاسم. قال اني الحصه وين الحجي؟ طلع فلوس المياحي طا ورقه $100. قال هاي حصتك وانت مقصد. استشهد الله يرحمه معمم اخو عامر الفوج. قال له انت مقصد. هاي البندقيه سلاح شخصي ما تتلاعب بها ولا تمد لك عليها. هذه يداوم بها ومن يروح القاسم يروح حمايه للمجازين ومن يجي حمايه للصاعدين. هاي البندقيه هاي وهاي من يخلص ما ياخذه ويروح. سلاح شخصي. خلاه مشى الله يرحمه مقصد. خلاه مشى وداه الاثنين يريد البندقيه. وداه الثلاثه طردتهم. ودوا الاربعه طردتهم. الشاهد مصر قلت انا هذا لا احكي كلام يا خشين يمثل السيستاني. هو معمم يمثل السيستاني. خدعت قلت هسه اخوي يجي وصديق اولادي على هسه يعطيني البندقيه. شلتها له قلت له هاي البندقيه بس انا يا عمي عظم سمتي هنا اعرض لك ترى. والله العظيم ترى اعرض لك هنا هاك البندقيه. قال لي لو تعطيني بندقيه لو تاخذ فايلك وتمشي. هو قلت له مال جدك محيسن الجهاد مال ابوك محمد. لو هو الجهاد مال الاسلام وانا مسلم من قبل بالجهاد على اساس تتحكم بي وتطردني. واخذوا البندقيه. تالي 4 اشهر ماكو نتيجه. رحت قلت هذا فوج مقدس فوج علي الاكبر هذا للمرجعيه. اروح انا عبد المهدي واعطيني حقي. قلت له رحت له قلت له سيد شيخنا هاي وهاي واخذوا 4 اشهر بندقيه من عندي وهسه ما يعطوني اياها. والله هسه قلت له هاي لف لي يومين اخذ لك يومين اجازه بهجوم الحمضي وانا ما انا مصيوب
وهسه الاصابع عندي كلها عندهم طردت، وداويت روحي ب 800 وبعد ظهري وجاني، طلعت عندي 3 بقرات، الثالثه والرابعه والخامسه. وهسه وهاي جزاتها؟ شو اسوي؟ احنا المرجعيه بيها ما اقدر احكي اكثر من هذا. المرجعيه حاطه ايده بالفوج، وهذول شياطين مو مال الفوج، هذا مو مال الفوج، هذا يطلع خارج ما طوله كذب واحتال. هسه شو مسوي؟ جايب له اثنين محلهم بالقران قايل لهم قولوا البندقيه للفوج مو المحسن مو الطهل. هسه اني شو راح اسوي؟ راح اروح للسيستاني، اجيب برقه من السيستاني، اروح الوفد كله وقع. شو يقولون وين يروحون هم وقعت الوفد؟ مو بس انا انفصلت، اولادي 5، اولاد ابني وابن ابني كلكم بالحشد 5؟ 6 وصلنا، انا السادس. 6 بالحشد؟ انا 6، اولادك وياك؟ ابني وابن ابني واولاد اخوي 3، 5 انفصلوا وراي 25. هذا الموضوع؟ نعم على السلاح. 25/9 هو انفصلوا، وانا انفصلت 30/8. هذا حساب معاويه. قال لك هذا لو بقى اولاده يصير هجوم ويقتلوني، انا اشلع الشجره من اصلها والنهل. شكرا جزيلا. هاي هي. ان شاء الله، شكرا جزيلا.